اللي في الصورة ده يا سيدي يبقى رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، كان بيحتضن زوجته ويودعها عشان رايح السجن 5 سنين. قال له هو ايه السبب اللي ممكن يسجن رئيس دولة؟ البداية كانت يوم 16 مارس 2011. ابن القذافي اللي هو سيف الاسلام طلع في لقاء مع يورو نيوز، وده تحديدا ايام ما كان الناتو بيهدد ليبيا وفرنسا عايزة تتدخل. سيف وقتها قال كده بالنص: طب خلي ساركوزي يرجع لنا فلوسنا اللي مولنا بها حملته الانتخابية، بعد اذنك رجع فلوسنا يا ساركوزي يا مهرج. ايوه يا فتحي، الفلوس دي كام يعني؟ 50 مليون يورو. المهم الموضوع انتهى والناتو اتدخل، بس كلمات سيف فضلت معلقة مع الرأي العام سواء في ليبيا او في فرنسا. بس بعدها بكام شهر وتحديدا في اكتوبر عام 2011 كان في محاكمة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، واتقال في المحكمة انه كان على علم بتحويل فلوس للسياسيين الاجانب، وان هو اللي اشرف بنفسه على تمويل ساركوزي من طرابلس. وهنا بقى بدأت الادلة تظهر ورا بعض، زي ان البغدادي المحمودي وصل لساركوزي ال50 مليون يورو، وده عن طريق وسيط اسمه زياد تقى الدين، وده لبناني فرنسي راح لليبيا اخد الفلوس واودعها في بنوك في سويسرا وشركات في بنما. وفي دليل تاني ظهر واكد القصة. الدليل ده كان من ملفات وزير الخارجية الليبي موسى كوسة، كتب ان ليبيا هتفرج عن 50 مليون يورو بالتفويض مع بشير صلاح مدير مكتب القذافي، وايضا بالتفويض مع عبد الله السنوسي مدير المخابرات، وده مقابل تسهيلات امنيه وتسليحيه لليبيا. الملفات دي جابت في رجلها وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، واللي بعد ما اتسربت المعلومات دي بيوم وجدوه مقتول ومرمي في نهر الدانوب في النمسا سنة 2011، وكان معاه دفتر مكتوب فيه بلاوي وفساد وغسيل اموال وليلة كبيرة سعادتك. هو تمويل الانتخابات في فرنسا مش جريمة، لكن قانون التبرعات هناك بيسمح للشخص الواحد بالتبرع للحملة ب 7500 يورو كحد أقصى، وممنوع الأجانب يمولوا المرشحين. وعشان أفهمك أكتر فالقصة كلها كانت لعبة أمريكية لتوريط القذافي في انفجار طائرة لوكاربي، وبعدها تسلم 2 ضباط ليبيين للمحاكمة برغم انهم مالهمش اي علاقة بالقصة خالص. واضطر القذافي يعمل صفقة تسوية تخوفا من العقوبات، والصفقة دي ان هو يشتري سلاح اوروبي وخاصة مقاتلات رافال. مش عايز اشغلكم بس الموضوع كبير ومعقد، وكان كله عبارة عن صراع خافي على تصنيع الجيل الاخير من الرافال، ولازم فرنسا الجميلة كانت تظهر ان هي بتسجن ساركوزي لعدم توريط الشخص الاساسي، واللي توريطه هيؤدي لفرض عقوبات على الشركة المصنعة لرافال. وعشان تعرف تفاصيل سجن ساركوزي وبيعملوه ازاي في السجن سايب لك هدية في اول تعليق. بس يا سيدي الموضوع كله تجارة كبيرة لكيانات مفكرة انها مخلدة على الارض، ملناش علاقة بيهم، خلينا في حالنا وفي لايكاتنا وخلاص.